بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هندخل في بارت 2 في شابتر 2 ان شاء الله، جزء السكيب بوينتر. عاوز بس اوضح حاجة بسيطة. احنا في شابتر 2 المفروض كان في جزء في الاول، بس الجزء دوت ما اتشرحش، فالجزء دوت مش هيبقى معانا في الميد ترم، اللي هم اول 12 سلايد في شابتر 2. ان شاء الله الجزء دوت هيبقى بعد الميد ترم. تمام. فبدايتنا في الملف دوت، بدايتنا هيبقى من جزء السكيب بوينتر اللي هو اتشرح اخر محاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه فكره السكيب بوينتر. قبل ما نبدا السكيب بوينتر، احنا كان عندنا كيس ستادي قديمه اللي هي كانت في شابتر واحد، لما انا كان عندي اللي هو الميرج الجوريزم اللي هو بتاع بروتوس وسيزر. وتمشي مثلا، كنا بنعمل ايه وقتها؟ كنا ان احنا بنمشي مثلا، بنعمل مؤشر بوينتر من فوق وبوينتر من تحت، ونبدا نقارن. لو هو اقل فانا بحرك البوينتر ده، لو الاتنين بيساووا بعض فانا بروح اخد الرقم دوت هنا عندي واحرك الاتنين بوينتر، وهكذا. طب قال لك انا عاوز اقلل التايم اكتر، فاستخدمنا الكويري اوبتمايزيشن، اللي هي كانت اول طريقه. اللي احنا لو كان عندنا مثلا ثلاثة مثلا، يعني مثلا عندنا بروتوس وسيزر وواحد كمان معاهم، ثلاثة بوستنج ليست مثلا، فكنا بناخد اقل اتنين مع بعض الاول بحيث ان احنا نقلل الوقت. فقال لك انا عاوز اقلل التايم اكتر، يعني مثلا لو البوستنج ليست ديت جات لي مثلا اضعاف، مثلا ثلاث اضعاف دي مثلا، فهل مش منطقي ان انا اقعد امشي على واحده واحده؟ فقال لك ده مش منطقي. فقال لك احنا عاوزين نقلل التايم اكتر. احنا اتفقنا ان ديت بتاخد بيج او ام زائد ان، فهو قال لك انا عاوز اقلل التايم اكتر. فقال لك هنبدا نشتغل على حاجه اسمها السكيب بوينترز. يعني ايه سكيب بوينترز؟ من معناها اللي انت بتسكيب مجموعه من البوينتر. يعني ايه؟ على سبيل المثال ديت الاولى وديت الثانيه، اهي الاثنين لسته اللي عندنا هم. تمام. فهو قال لك انا بعمل حاجه اسمها سكيب بوينتر. يعني ايه؟ يعني انا باجي مثلا عند الاثنين ديت واقول له انا هسكيب الاربعه والثمانيه، وتوصل لحد هنا. فبتاخد ال 41 دوت وتقول له ان دوت السكيب بوينتر بتاعك. تمام. فال 41 اللي فوق الاثنين دي معناها اللي انا همشي كده، يعني انا هعمل خطوه لحد هنا وهسكيب الاربعه والثمانيه. طب ال 28 اللي فوق ال 41 دي معناها اللي انت بتسكيب ال 48 وال 64 وتمشي لحد هنا. طب هو بيعملها بشكل عشوائي ولا عاملها بمزاجه؟ هنعرف في اخر المحاضره. إيه، امتى مثلا اقول 128 وامتى اقول 64، يعني الرقم اللي بيتحط فوق دوت بيتحط بناء على ايه. وبرده هنا نفس الكلام، ادي الواحد اهوت. فهو جه عند الواحد قال لك لو امكن يعني هتسكيب لحد ال 11، يعني هسكيب الثلاثه الاثنين والثلاثه والثمانيه. وجه عند ال 11 قال لك هتسكيب لحد ال 31. خلي بالك انت اللي بتسكيب عنده بتحط الرقم فوق. يعني احنا حاطين هنا عشان تبقى واضحة، بس احنا حاطين ال 41 فوق الاتنين، يبقى انا لو حصل ان انا هسكيب الجزء ده كله، هسكيب الرقمين دول، وهكذا ال 128. تمام. فتعال نشوف بقى ازاي بنطبق السكيب بوينتر، وديت اهم حتة. فاول حاجة احنا هنمشي طبيعي عادي جدا. انا كنت هقف عند الاتنين اهوت، وبعد كده هقف عند الواحد. تمام. انا واقف عند الاتنين، ثواني، انا واقف عند الاتنين وواقف عند الواحد، هبدأ اقارن. تمام. الواحد والاتنين ما بيساووش بعض. اول ما تلاقي الرقمين ما بيساووش بعض هتفكر هل واحد منهم، هل الرقمين حد فيهم فوقيه سكيب بوينتر، فتلاقي ان الصغير بتروح عند الصغير، هتلاقي ان الواحد فوقيه ال11. تبدأ تعمل ايه بقى؟ تبدأ تقارن السكيب بوينتر دوت بالرقم اللي جوه هنا بالاتنين. فلو لقيت ان ال11 اصغر من اصغر من الرقم اللي جوه فبتعمل سكيب. اصغر من الرقم ده او يساويه بتعمل سكيب. طب لو اكبر بتخش عادي. طب هنا هنقارن ال11 بالاتنين، لا انت اكبر يبقى انا هخش عادي، يبقى انا هدخل السهم هنا عادي. اقارن الاتنين والاتنين كده انا طلعت الاتنين، يبقى انا همشي المؤشر دوت، يبقى هيبقى عند الاربعة ودوت هيبقى عند التلاتة. تمام. ليه؟ لان احنا قلنا في حالة التساوي الاتنين مؤشر بيتحركوا. طب هنقارن تلاتة واربعة، التلاتة اصغر، هل انت فوقك سكيب بوينتر؟ لا، يبقى مشي المؤشر عادي. طب التمانية والتلاتة، التمانية والأربعة، يبقى حرك الأربعة، حركت الأربعة. تمانية والتمانية الاتنين بيساووا بعض، يبقى خزنها عندك، يبقى كده اتنين وتمانية. ماشي. وبعد كده طالما الاتنين بيساووا بعض حرك الاتنين بوينتر. حركت ده وهحرك ده. نيجي بقى نقارن ال11 و41. اتفقت معاكم في حالة الاختلاف بتفكر في السكوب بوينتر. فهنا ال11 و41 مختلفين، فهنشوف الصغير اللي هو كده كده هيتحرك. مش احنا المفروض كنا هنقول هنحرك السهم دوت هنا؟ فاحنا قبل ما نحركه هنشوف، يا اما هنحركه يا اما هنسكيب الجزء اللي هو فوقيه ونروح على اللي بعده خالص. فانا بعمل ايه؟ بمسك السكوب بوينتر اللي فوقيه دوت وبقارنه بالرقم اللي هنا ده. فانا هقارن، لو لقيته اصغر من او يساويه فبتعمل سكيب بوينتر، بطبق السكيب بوينتر.
لقيته اكبر من فبدخل عادي. فال 31 مقارنه بال 41، ده انت اصغر، يبقى انا هعمل سكيب لكل دوت وهخرج بره خالص. خرجت بره اهو، يبقى كده انا خلصت وطلعت الاتنين والتمانية. طب الطريقه القديمه بقى كانت بتعمل لك ايه؟ الطريقه القديمه ما كانش عندك السكيب بوينتر، فكنت بتخلص هنا وتقول انا هخش على ال 17، وبعد كده تخش على ال 21، بعد كده تخش على ال 31، فكنت بتاخد الثلاثه دول وهم اصلا مش هيطلع لك ناتج يقارنك مع اللي فوق. فديت فكره السكيب بوينتر. الفكره هتوضح اكتر دلوقتي، هنحل عليها مثالين كاملين ان شاء الله وهتوضح. عايزين بس نثبت الكونسبت بتاع السكيب بوينتر. ايه الكونسبت بتاع السكيب بوينتر؟ السكيب بوينتر قال لك اللي انت بتيجي عند نقطة معينة لما الاتنين بيختلفوا بقارن اللي انا عاوز اللي فوق الرقم السكيب دوت بالرقم اللي جوه هنا. خلي بالك مش بقارنه بالسكيب دي، لا انا بقارنه بالرقم اللي جوه ده. فلو لقيته اصغر من او يساوي فبعمل سكيب. طب اكبر من، يعني هنا ال 11 كانت اكبر من الاتنين فكنت بخش عادي. طب لو كانت هنا ال 11 اقل من الاتنين فكنت هسكيب دي. تمام. دوت المثال دوت هنحله دلوقتي، بس عايزين نشوف. هنحل المثال دوت دلوقتي بالتفصيل، بس عاوزين نشوف بس الفرق ما بين. قال لك بقى في فرق ما بين مور سكيبس، ويعني مثلا لو انت عندك اكتر من سكيب، يعني مثلا انت عامل سكيب، السكيب قليل قوي، يعني مثلا انت عامل سكيب هنا وبعد كده عملت سكيب هنا وبعد كده عملت سكيب هنا، فقال لك ان ديت هتبقى شورتر سبان، يعني المسافه هتبقى صغيره، انت بتسكيب واحده بس وهنا بتسكيب واحده بس. وقال لك ان انت ديت الاقرب اللي انت تسكيب، يعني ممكن تسكيب كتير. تمام. تمام. بعد كده بيقول لك فيور سكيب، يعني ايه؟ اللي هو الشكل التاني اللي انت عندك اللي هو السكيبايه كبيره، شايف دي اهي كبيره اهي. فقال لك ان انت عندك مقارنات هتبقى قليله، يبقى انت عندك لو عدد سكيب اكتر، لو مور سكيبس يبقى انت عندك هتبقى المقارنات، قال لك مور لايكلي تو سكيب، يعني انت ممكن تقارن كتير. قال لك lots of comparison to skip، يعني انت ممكن كل شويه تعمل مقارنه. دوت لو ايه؟ لو عندك سكيب كتير، لو انت كل شويه بتسكيب بس الاسبان المسافه ما بينهم صغيره. طب لو فيور سكيب، يعني ايه فيور سكيب؟ يعني انت بتسكيب كل فين وفين، فقال لك ان المسافه ما بينهم هتبقى كبيره. قال لك اهو لونج سكيب سبان. بس قال لك في حاجه مهمه، ممكن تبقى فيو سكسسفول سكيب. يعني ايه سكسسفول سكيب؟ يعني انا هنا في المثال دوت لما انا سكبيت من ده لده، يعني انا لما فوتت دول دي اسمها سكسسفول سكيب. انا هنا لما دخلت جوه وما طبقتش السكيب ديت يبقى ديت مش سكسسفول، يعني السكيب هنا ما نجحش، فديت معنى سكسسفول سكيب. يعني بيقول لك لما انت تسكيب وتطبق السكيب بوينتر فعلا فدي اسمها سكسسفول سكيب، يعني سكيب ناجح. طب لو انا ما طبقتوش ودخلت جوه فدوت مش سكسسفول سكيب. فهو بيقول لك في ان انت عندك لو انت عندك عامل المسافه كبيره ومثلا بتسكيب كل فين وفين، قال لك هيبقى السكسسفول سكيب هيبقى قليل. تمام. كده احنا عرفنا ديت هنجيلها دلوقتي. تعالوا بقى نحل مثال، عشان مثلا لو حد الدنيا مش مجمعه معاه قوي نحل مثال ونطبق عليه. تمام. تعالوا نشوف المثال ممكن يجيلك ازاي. المثال ممكن يجيلك بالشكل ده. بيقول لك افترض ان انت عندك البوستنج انترسكشن ما بين الاتنين دول، يعني ديت بوستنج ليست اولانيه وديت بوستنج ليست تانيه. فهو جه في الاولانيه قال لك انا عامل لك مجهز لك السكيب بوينتر بتاعك، يعني ايه؟ يعني على الثلاثه السكيب بوينتر بتاعها 24 لحد هنا، وال 24 السكيب بوينتر بتاعها 75 اللي هو هنا، وال 75 92 وال 92 115. تمام. ديت الاولانيه وديت التانيه. فهو بيسالك ايه؟ بيقول لك هاو اوفن سكيب بوينتر فولود، يعني ايه السكيب بوينتر من دول اللي انت هتطبقها. احنا اتفقنا ان دي اسمها سكيب بوينتر ودي اسمها سكيب بوينتر ودي اسمها سكيب بوينتر وهكذا. فقال لك مين اللي هتطبقهم في دول. بعد كده قال لك ايه كام عدد المقارنات، مش احنا اتفقنا ان احنا بنوقف مؤشر هنا ومؤشر هنا ونبدا نقارن. فقال لك كام عدد المقارنات اللي هتعملها باستخدام السكيب بوينتر. وبعد كده قال لك نفس عدد المقارنات، مش نفسها بقى، قال لك كم عدد المقارنات بس without use السكيب بوينتر. فتعالوا كده نشتغل اول حاجه باستخدام السكيب بوينتر عشان نبدا نطبق المفهوم بتاعنا. فاول حاجه انا بمسك اول حاجه بقارن التلاته، ادي التلاته بالتلاته، خلي بالكم دي تلاته ماشي. فببدا عادي مقارنه عاديه، الاتنين بيساووا بعض، بس اهم حاجه تسجل عندك يبقى انا رقم واحد اهوت، انا قلت التلاته والتلاته. كده دي اول مقارنه بالنسبه لي. تمام. هل الاتنين في مختلف؟ يعني لو الاتنين في مختلاف هل هبص على السكيب بوينتر؟ لا، ده الاتنين متساويين، يبقى خلاص حرك لي المؤشر، يبقى الخمسة والخمسة. تمام. يبقى انا حركت المؤشر اللي هنا وحركت المؤشر اللي هنا. بعد كده ابدا اقارن، اول ما تيجي تقارن لازم تسجلها عندك، يبقى دي المقارنه رقم اتنين، الخمسة والخمسة. الاتنين بيساووا بعض يبقى انا هحرك المؤشر، يبقى دوت التسعة اهوت ودوت عند ال89. تمام. فهبدأ أقارن، يبقى المقارنة رقم تلاتة، المقارنة رقم تلاتة اللي هي إيه؟ اللي هي 9 و89.
قارنت مين الصغير؟ التسعة اللي هي هنا دي، فهحرك المؤشر عندها، هحرك عند ال15. بعد كده المقارنة رقم 4، المقارنة رقم 4 اللي هي ايه؟ 15 و89، يبقى 15 و89. تمام. مين الصغير؟ ال15، يبقى انا هخش هنا، اخش عند ال24، يبقى اخش، يبقى رقم 5. رقم 5 هتبقى ايه؟ هستنى بقى. لا، المفروض انت قارنت ال 15 بال 89 فلقيتها صغيره، فهتخش تقارن الرقم العادي ده اللي هو ال 24 بال 89، فاكتشفت ان الرقم صغير، يعني الاتنين مش متساويين، فتبدأ تفكر بقى. الرقم هنا الرقمين مختلفين اللي هو ال 24 و 89، فتبدأ تفكر هل انت عليك سكيب بوينتر؟ فيقول لك اه انا عندي سكيب بوينتر، انا عندي سكيب بوينتر اللي هو 75 اللي هو ده. فاتفقنا هنعمل ايه؟ اتفقنا بناخد السكيب بوينتر دوت وبنقارنه بالرقم ده. يعني تعالى عشان ما تتوهوش، اللي هي كانت الحته دي، اللي هو انا مثلا هنا خدت ال 31 اللي هو سكيب بوينتر وقارنته بال 41، فتمام. هاخد ايه بقى؟ احنا اتفقنا ان 24 89 مختلفين، فببدا افكر في السكيب بوينتر. هيقول لك اه انا عندي سكيب بوينتر اللي هو لحد ال 75، فهبدا اقارن ال 75 بال 89، بس لازم تيجي تسجل معاك. يعني رقم 6، المقارنه رقم 6 هتبقى 75 و89. فاكتشفت هنا ان ال 75 اقل من ال 89، وانا اتفقت معاك لما يكون الرقم اقل من، يعني السكيب ده اقل من الرقم ده فبتعمل سكيب، يبقى انا هعمل سكيب لكل ده، يبقى انا طبقت السكيب هنا. تمام. فببدا اخش هنا، هتيجي تقول لي نقارن 75، اقول لك اصلا ما احنا لسه مقارنين اهي 75 و89. فهتبدا تشوف، تبدأ تشوف بقى انت عليك سكيب بوينتر. هيقول لك اه انا عندي سكيب بوينتر، اقارن ال 92 يبقى دي بسجلها عندي رقم 7. هتقول لي انت ليه ما قارنتش 75؟ اقول لك انا لسه مقارنها فوق هنا اهي ال 75 وال 89. فهتبدأ تشوف قبل ما اخش هنا، يعني قبل ما اخش الحتة دي، هل ال 92، هل انت بنظامك ايه مع ال 89؟ هتقول لك انا اكبر من ال 89، يبقى خلاص للاسف هنضطر ندخل. يبقى بس لازم تسجل المقارنة دي ال 92 وال 89. قارنت دي، هبدأ أخش بقى ال 81، أبدأ أخش عادي جدا ال 81 وال 89، يبقى رقم 8. رقم 8، يبقى خلي بالك إحنا في رقم 8، ال 81 وال 89. تمام. قارنت مين الصغير؟ ال 81، حرك لي ال 81 يبقى 84. هتقارن برضو، يبقى المقارنة هنكتبها، بص مش لازم نكتب الأرقام، هكتب رقم، يعني إحنا كنا في رقم 8، يبقى المقارنة اللي عليها الدور رقم 9 اللي هي كام؟ اللي هي 84 و89. مين الصغير؟ 84، يبقى حرك لي المؤشر. تمام، حركته 89 و89، يبقى دي المقارنة رقم 10. خلي بالك من عدد المقارنات 89 و89، 89 دي المقارنة رقم 10. الاتنين بيساووا بعض، حرك لي الاتنين بوينتر، يبقى انت هنا هتقف عند ال 95 هنا، وهنا هخش عند ال 92. تمام. يبقى المقارنة رقم 11 هتبقى ايه؟ هتبقى ال 92 دي. تمام، ال 92 بال 95، يبقى دي المقارنة رقم 11. اكتشفت ان الاتنين ما بيساووش بعض، بس انت عليك سكيب بوينتر، فهستنى كده براحتك، استنى بقى. هتشوف السكيب بوينتر ده، هل ال 115 نظامها ايه مع الرقم اللي انا بقارن بيه، مع اللي هو كام؟ اللي هو ال 95. فهعمل ما بينهم مقارنة، ال 115 وال 95. لا ده انا اكبر، بس لازم اسجل المقارنة دي، سجلتها. يبقى ال 115 و 95 اكتشفت ان هي اكبر. طول ما هي اكبر فتخش جوه عادي. فدخلت هنا اهوت، فهبدأ أقارن 96 بال 95، أسجلها عندي، يبقى ديت رقم 13، يبقى رقم 13 96 و 95. تمام. فمين الصغير؟ ال 95، فهحرك دي. تمام، حركتها. أبدأ أقارن 96 بال 97، يبقى ديت رقم 14. خلي بالك من عدد المقارنات، رقم 14 96 و 97. مين الصغير؟ 96، يبقى هحرك دي 97. يبقى قارن 97 و97، يبقى رقم 15، بس خلي بالك الاتنين بيساووا بعض، يبقى هحرك دي وهحرك دي. تمام. فالمقارنة رقم 16 هتبقى 199، يبقى دي المقارنة رقم 16 اللي هي كام؟ اللي هي 199. مين الصغير؟ ال 99، يبقى حرك دي. المقارنة رقم 17 اللي هي 100 و100، الاتنين بيساووا بعض، يبقى حرك لي دي وحرك لي دي. المقارنة رقم 18 والأخيرة اللي هي 115 و101، هتحرك مين؟ دي هتيجي بره. اتفقنا إن هي خلاص طالما وصلت للنل يبقى خلاص، يبقى 18. يبقى أنت كده عملت كام مقارنة؟ عملت 18 مقارنة. طب هنا بيقول لك إيه اللي أنت طبقته؟ فهتقول له أنا طبقت السكيب بوينتر اللي هو من 75، مش إحنا جينا هنا وعملنا سكيب، اللي هو من 75 ل 92، فدوت السكيب بوينتر اللي أنا طبقته. يبقى دوت السؤال رقم 1 وده السؤال رقم 2. تمام.
السؤال رقم سي اللي هو بيقول لك طبق لي بدون استخدام السكيب بوينتر، فبيقول لك بدون استخدام السكيب بوينتر. تعالى كده نجرب بدون استخدام السكيب بوينتر، متقلقوش هراجع لكم عليه تاني عشان لو حد تاه مني، بس هيكون الحل مكتوب بقى. تمام، تعالى كده نشوف بدون استخدام السكيب بوينتر. بدون استخدام سكيب بوينتر يعني انا ماليش دعوه بالسكيب بوينتر اللي محطوط، انا هشتغل بالطريقه اللي هي كانت في اول محاضره، اللي هي طريقه الميرج العاديه. فانا هبدا عادي جدا، هاجي انا ماليش دعوه بالارقام اللي فوق دي، خلاص اكنها مش موجوده. فهبدا عادي 3 و3 كده اول مقارنه. تمام، الاتنين زي بعض فهحرك المؤشر. بعد كده 5 و5 كده دي تاني مقارنه. الاتنين زي بعض حرك المؤشر. يبقى انت كده واقف عند 9 واقف عند 89. قارن 9 وال89، لا ديت اصغر بس خلي بالك سجلها مقارنه، يبقى دي التالتة. حرك التسعة يبقى 15، يبقى دي رقم 4 اللي هي 15 و89. بعد كده بص عشان توفيرا للوقت يعني، بعد كده 15 ديت رقم 4، بعد كده 24 دي هتبقى رقم 5، بعد كده 39 دي هتبقى رقم 6. طب انت ليه مثبت اللي فوق؟ لان اللي تحت كبير واللي فوق صغير، واحنا متفقين في الصغير بتحركه. بعد كده ال60 دي هتبقى رقم 7، بعد كده ال68 دي هتبقى رقم 8، بعد كده ال75 انا بقارن بال89 خلي بالكم ماشي، بقارن بال89. بعد كده ال75 وال89 ديت المقارنة رقم 9، بعد كده ال81 وال89 ديت المقارنة رقم 10، بعد كده ال84 وال89 ديت المقارنة رقم 11، بعد كده ال89 وال89 ديت المقارنة رقم 12. وهنا هتحرك الاتنين، يبقى هحرك ال92 وهحرك ال95 اللي هو المؤشر اللي كان هنا. بعد كده ال92 وال95 ديت المقارنة رقم 13. 92 و95 الاحظ مين الاصغر؟ ال 92 يبقى حركها. 96 و95 ديت المقارنة رقم 14. مين الصغير؟ 95 يبقى حرك لي دي. بعد كده 96 و97 ديت المقارنة رقم 15. تمام، بعد كده 96 حرك لي دي يبقى دي 97. 97 و97 ديت المقارنة رقم 16 وحرك لي الاتنين يبقى دي 99 وهنا 100. بعد كده المقارنة رقم 17 اللي هي كام؟ 99 مقارنة رقم 17 اللي هي 99 و100. فمن الصغير دي مقارنة رقم 17، فمن الصغير 99 يبقى اتحركها. المقارنة رقم 18 اللي هي 100 و100، فالاتنين زي بعض يبقى اتحرك دي واتحرك دي. المقارنة رقم 19 اللي هي 115 و101 فبتحرك دي. لو تفتكروا في اللي فاتت كانت 18 اللي هي باستخدام السكيب بوينتر، هنا بدون السكيب بوينتر هتبقى 19. فهنا السكيب بوينتر مش مفيد قوي، ليه؟ لانه وفر لي ستيب واحدة. تمام، فدوت شكل السؤال اللي ممكن يجي. ولو حد تايه انا هعرض دلوقتي الحل وهراجعه معاه سريعا، يعني لو حد فهم السؤال جرب كده تحله تاني لوحدك بايدك، لو عطلت ارجع تاني شوف الحل دلوقتي. تمام، نكمل ثواني. ماشي نكمل، انا نفس السؤال لان السؤال طريقته لازم تكون تعرف تحلها، فانا هريكاب سريعا لو حد مثلا خلاص فهم السؤال وعرف يحل لوحده فهتسكيب الجزئيه دي. تمام، فاحنا هنا بشكل مكتوب، فانا اتفقت معاكم ان اول حاجه بتعمل بوينتر هنا وبوينتر هنا. تمام، فاول مقارنه 3 و3 اللي هي المقارنه الاولانيه دي. تمام، فديت انا سجلتها رقم واحد اهي. بعد كده هخش هنا 5 و5 دي تاني مقارنه سجلتها هنا. تمام، بعد كده التسعة وال89، 9 و89 دي تالت مقارنه. بعد كده ال 15 وال 89 دي رابع مقارنة. بعد كده ال 24 وال 89 لقيت في اختلاف، لقيت ان دي عليها سكيب بوينتر، فابدا اعمل ايه؟ اقارن السكيب بوينتر اللي هو ال 75 اللي هي ال 75 بايه؟ بال 89. فانا هقارن ال 75 بال 89. انتوا صغيرة يبقى احنا هنعمل سكيب، يبقى هنسكيب الجزئية دي، يبقى انا هسكيب الثلاث ارقام دول. تمام، ديت الرقم خطوة رقم 6. الخطوة رقم 7 هبدا اقارن، هتقول لي اقارن 75 اقول لك لا قارن اللي فوقيها ال 92. يبقى قارن 92 بال 89 ده اكبر، يبقى لازم اخش جوه هنا. فهنبدا بقى 81 انا لسه مع ال 89 هنا ماشي، ف 81 مع 89 اصغر، فديت الخطوه رقم كام؟ الخطوه رقم 8 هنا اهي. فهحرك 84 يبقى ال 84 الخطوه رقم 9 اهي ديت هنا اهي. بعد كده 89 و 89 الاثنين زي بعض فهحرك، هيبقى واقف هنا وهيبقى واقف هنا. بعد كده ابدا اقارن بقى ال 92 اللي هو هنا ده بايه؟ بال 95. لقيتهم مختلفين، هبدا افكر انت عليك سكيب بوينتر، يقول لك انا عندي 115، فابدا اعد ال 115 ديت تتحسب معايا في المقارنه اللي هي ال 115 وال 95. ال 115 وال 95 لقيتها اكبر، فلازم اخش جوه السكيب بوينتر ده. بعد كده ال 96
اللي هي مقارنة رقم 13 96 و95 لقيتها ان ال 96 اكبر، يبقى انا هحرك ال 95 دي، يبقى هاجي انا عند 97 بعد كده 96 طالما هي كبيره بسيبها زي ما هي، صغيره بحركها. 96 و97 ديت المقارنه رقم كام؟ مقارنه رقم 14. احرك دي يبقى 97 و97 مقارنه رقم 15. احرك الاثنين 199 100 اهي 199 مقارنه رقم 16. احرك مين؟ احرك الصغير يبقى 100 و100. احرك الاثنين يبقى دي مقارنه رقم 17. بعد كده احرك الاثنين بقى لان الاثنين بيساووا بعض، يبقى 101 و115. خلاص خلصت، يبقى كده انت وصلت لرقم 18. يبقى انت عندك 18 خطوه وعملت سكيب من اللي هي الجزئيه من 75 ل 92. تمام. هنا بقى اللي هو الجزء اللي على اليمين دوت نفس الكلام برضو، بس ايه بدون استخدام سكيب بوينتر. فانت هتطبقها مع نفسك. اللي فوق دوت الغيه خالص لان هو بيقول لك من غير استخدام سكيب بوينتر. فانا مشيت على الثلاثه اللي هي دي، بعد كده الخمسه، مشيت بقى بالترتيب الثلاثه بعد كده الخمسه وهكذا. مشيت مع كله، مشيت عادي لحد ما وصلت ل 115. فخد عندي كام ستيب؟ خد 19 ستيب. تمام. ده كده بالنسبه للمثال اللي هو كان هنا ده. تمام. واتفقنا ان دوت اكتر سكيب واقل سكيب. بيقول لك بقى ان انت ممكن، يعني انا اتفقت معاكم هنا، انا مثلا ال 41 تتحطت على اساس ايه وال 128 تتحط على اساس ايه. فقال لك في قانون بيتطبق. قال لك ايه؟ قال لك ان انت بتجيب جذر ال او جذر بي. يعني ايه؟ يعني هو مثلا بيديك مثلا اللي هو ديت مثلا، بيديك بيقول لك السايز مثلا، هو بيقول لك السايز بتاعها مثلا نفترض اي رقم 16 مثلا. فانت بتقول له عشان ابدا اطبق السكيب بوينتر، فانا هقول له ان هي جذر 16، يبقى انا هبدا اطبقها كل اربع ارقام. يبقى انا مثلا واقف هنا اهوت اعد 1 2 3 4، يبقى هقف هنا 1 2 3 4، يبقى اقف هنا. تمام. يبقى دوت اللي هو اللي هي الاخيره دي اللي هو بليسنج السكيبس، اللي انا بحط السكيب مكانها فين. تمام. نيجي بقى للمثال دوت، ده المثال الاخير. بيقول لك اللي انت عندك اتنين كويرة اهوت، قال لك دي الاولانيه اهيت، وبعد كده هتبدا تعد دي. هتلاحظ ان ديت تقريبا 2 4 6 8 10 12 14 16. فانا اعرف ازاي؟ هو قايل لك اصلا فوق انها 16 اهي. فانا هقول له جذر 16 هتساوي 4. تمام. جذر 16 بتساوي كام؟ بتساوي 4. فانا هاجي عند الاولانيه الاربعه دي اعد اربع خطوات، ادي 1 2 3 4. انا وصلت عند الرابعه، يبقى انا هحط فوق هنا 14، احط فوق هنا 14، وبعد كده اعمل سكيب لحد هنا. تمام. ابدا اعد اربعه، ابقى اعد من بعدها، ادي 1 2 3 4. يبقى انا هاجي هنا احط 22. تمام. واعمل سكيب لحد هنا. تمام. وبعد كده اعد اربعه، ادي 1 2 3 4 عند ال 120. فال 120 تيجي هنا. تمام. واعمل سكيب لحد ال 120. ال 120 اعد اربعه، 1 2 3، خلاص انت وصلت للاخر اصلا مفيش حاجه بعد كده. ف 180 بس خلاص. يبقى انت عندك كانت اول سكيبايه اللي هي فوق الأربعة، اللي هي ال14، بعد كده فوقيها 22، بعد كده فوقيها 120، بعد كده فوقيها 180. دي 180. بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك انا عاوز اقارنهم بال47. يعني اعتبر ان دي البوستنج ليست الاولانيه ودي البوستنج ليست الثانيه. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك اشتغل وشوف كم عدد المقارنات اللي هتطبق مره باستخدام الطريقه العاديه اللي هي ان احنا نمشي على واحده واحده من غير السكيب بوينتر، ومره باستخدام السكيب بوينتر. وبيقول لك استخدم القانون ده اللي هو جذر بي اللي هو جذر ال 16. فتمام. هنقلها الناحيه التانيه عشان نعرف نحلها. تمام. نكمل. هنا اول حاجه بيقول اللي انا عاوز اطبق بالطريقه العاديه. فانا عادي جدا همشي عادي جدا. اول حاجه عند الاربعه اقارن الاربعه بال 47. قارنت الاربعه بال 47، الاربعه اصغر، يبقى امشي هنا السته بال 47. خلي بالك انت بتسجل عدد المقارنات. دي اول مقارنه، دي تاني مقارنه. السته بال 47، السته اصغر، يبقى العشره. العشره بال 47، العشره اصغر، يبقى دي تالت مقارنه. ال 12 يبقى دي رابع مقارنه. ال 14 ديت خامس مقارنة. 16 ديت سابع مقارنة. خلي بالكم احنا طول ما هو صغير فأنا بحرك البوينتر. بحرك البوينتر على اليمين. يبقى طول ما هو الرقم صغير أنا بحرك البوينتر. 18 ب47 يبقى دوت أصغر. 20 ب47 يبقى دوت أصغر. كده أنا وصلت للمقارنة رقم 8. 22 خلي بالكم إن أنا شغال باللي هو من غير سكيب بوينتر اللي هي الطريقة العادية. هو قايل لك هنا استخدم الستاندرد بوستنج ليست. تمام. بعد كده ال 32 ديت المقارنة رقم 10. بعد كده وصلت لل 47. طالما الاتنين بيساووا بعض يبقى خلاص وقف مقارنة، لأن هو بيقول لك قارنها لي برقم واحد.
47 ب47 خلاص، يبقى انا كده خدت قد ايه؟ خدت 11 ستيب، 11 خطوه. تعالوا بقى نشوف الناحيه التانيه لو باستخدام السكيب بوينتر. تعالوا نشوف كده لو باستخدام السكيب بوينتر هل فعلا هتبقى 11 ولا لا. وطبعا الحل مكتوب هنا 6، فتعالوا نشوف ايه الستة دي جت منين. اول حاجه انا عندي سكيب بوينتر، فانا اول حاجه انا هقف، انت كده كده بدايتك الستارت من اول واحده هنا، فالاربعه بال47. اتفقت معاكم طول ما هما لو بيساووا بعض فانا مش هبص للسكيب بوينتر اللي فوق. ليه؟ لانه ما كده كده بيساووا بعض، فانا لازم احرك دي واحرك دي. هنا ما بيساووش بعض، يعني الاربعه بال47، الاربعه اصغر من 47. ابدا افكر هشوف هل انا عندي سكيب بوينتر. انا عندي سكيب بوينتر اللي هو ال 14. هنشوف. بنبدا نعمل ايه بقى؟ بناخد السكيب بوينتر ده ال 14 واقارنه بالرقم اللي هو في البوستنج ليست الناحيه التانيه. 14 انت ايه نظامك مع ال 47؟ هتقول لك انا اصغر من ال 47. فخلي بالك انت لازم تسجل المقارنه دي. انا سجلت اول مقارنه اللي هي الاربعه، فدي رقم واحد. تمام. ال 14 اللي انا بقارن دي تاني مقارنه. فقارنت فلقيتها ان هي اكبر، فانا هعمل ايه؟ هعمل سكيب لكل ده. يا سلام، عملت سكيب للستة والعشرة وال12، فوفرت عليا 3 ستيب. تمام. نيجي عند ال 14، هتقول لي قارن ال 14، اقول لك ما انت لسه مقارنها اصلا. فايه؟ تبدا تشوف بقى السكيب بوينتر اللي فوقيها، يمكن تعمل لك سكيب هي كمان. ال 22 بال 47 انت صغيره، انا صغيره، يبقى انا هعمل سكيب. يبقى هعمل سكيب للجزء ده كله. يا سلام، عملت سكيب لل 16 و18 وال 20. تمام. هتيجي عند ال 22 نفس الموضوع، هتقول لي هقارن، اقول لك ما انت لسه مقارنها فوق اهي. تمام. فنبدا نقارن السكيب بوينتر اللي فوقيه. هقارن 120 بال 47، هلاقيها اكبر. يا خساره، للاسف هنضطر ندخل هنا. فتبدا تخش، بس خلي بالك لازم تسجل المقارنه دي. يعني المقارنه اللي هي 14 دي اتسجلت اهي رقم 2، المقارنه اللي هي 22 دي اتسجلت رقم 3، المقارنه 120 اتسجلت رقم 4. بعد كده بقى ابدا اخش عادي ال 32 مع 47 اصغر، يبقى حرك لي السكيب بوينتر هنا. بس خلي بالك دي تسجل مقارنه. بعد كده 47 ب 47 يبقى خلاص. طب ايه الفرق بقى ما بين الاثنين؟ هنا بقى نكتشف ميزه السكيب بوينتر. ايه ميزه السكيب بوينتر؟ اللي انا في الطريقه العاديه خدت 11 خطوه، يعني تقريبا مشيت لحد هنا، لحد دي كده. انما مع السكيب بوينتر انا عملت سكيب لاول مجموعه اللي هم دول، وعملت سكيب لدول، وما دخلتش غير في اللي هم حبه دول، اللي هم دول بس. فهنا انا مشيت هنا 6 خطوات، وهنا انا مشيت 11 خطوه. وهنا ديت فايده السكيب بوينتر، وانت كده قللت التايم وعملت اللي انت تشتغل على الكويري بشكل احسن. ودوت كان جزء السكيب بوينتر في شابتر 2 بارت 2، اللي هو احنا اتكلمنا عن كل حاجه تخص السكيب بوينتر. وتنويه مره تانية ان الجزء اللي فوق دوت ان شاء الله هيتشرح بعد الميد ترم، وان شاء الله نبقى موفقين في الميد ترم. والفيديوهات ديت ما هي الا مجرد اجتهاد مني، ممكن يكون في مثلا خطأ او سهو مني، فلو حد مثلا لاحظ حاجة يبلغني عشان ابدأ ابلغ الناس التانية ان مثلا في خطأ، وان شاء الله ما يكونش في اخطاء، وان شاء الله ان الكل يكون فاهم. ولو حد مش مثلا مش مجمع اي نقطة معينة يبعت لي، وان شاء الله كلنا نحل في الميد ترم، وبالتوفيق ان شاء الله للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.